وطبعا يا شباب تمرين الظهر له كذا طريقة وله كذا أداء، وأهم حاجة ما تبصش للوزن التقيل، ركز جدا على أداء الانقباض والانبساط، عشان الانقباض والانبساط أو الطلوع والنزول للناس اللي هي مش ما عندهاش فكرة عن الانقباض والانبساط. الانقباض والانبساط اللي هو فتح المفصل وقفل المفصل بالوزن، وده اسمه الانقباض والانبساط. توسيع الحركات او توسيع ادائي، او اقول مثلا في حركه ممكن العبها بالبار ولا بجهاز السحب عشان افتح واقول لا دي بتوسع، لا مش في حاجه اسمها بتوسع، في حاجه اسمها اللي هو الوراثه في جسمك، هي دي الاتساع. اما احسن اداء تلعبه انقباض وانبساط، ما توسعش في الكتف ولا في اي حاجه، توسيعك بيتعب المفصل نفسه. فازاي اقدر العب لعبه؟ جرب بوزن خفيف وسع، بوزن تقيل ضيق عشان تحافظ على المفصل، لانك انت لو وسعت بوزن تقيل بضر المفصل، ودي هسيبك تجربها مع نفسك وانت بتتمرن. فانت على قد ما تقدر العب تمرينك وانت عالضيق، ما توسعش في اي حاجه، والعب على الواسع على الاجهزه الاكستنشن، واعمل اطاله للعضله، ده هيساعد معاك في اداء العضلات وحركه العضلات وحركه الجسم. وجرب وشوف. طيب النتيجه تظهر بعد قد ايه؟ زي ما ذكرت في الفيديوهات اللي قبل كده، النتيجه بتظهر بعد 3 شهور من ممارسه الرياضه. كل 3 شهور بيظهر حاجه في جسمك، انت بتصور نفسك او توزن نفسك او تشوف شكل جسمك، وبعد 3 شهور بتلاقي حاجه معاك. هنخش في الفيديو القادم من تمرينات او سلسله تمرين الظهر، وهو تمرين الدمبل اللي هو بعلي المغانص. تابع معايا.